السلام عليكم. الى عمركم جربتوا البيتزا بعجينه ديال الفوكاتشا ضروري خاصكم تجربوها. كتجي غزاله بنينه بزاف، ومن الداخل كتجي بحال السفنج ومقرمشه. نقول لكم خاصكم ضروري تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. سمعوا التقرميشه ديالها كيفاش كتجي. وبنفس العجينه غادي نحضروا هاد الخبيزات حتى هما ديال الساندويتش، كيجيو كاع مفشفشين وبحال السفنج من الداخل ورطبين. اي حشوه درتوها فيهم غادي كيجيو هكا غزالين. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج واحد 2 كيسان اونص ديال العنبه ديال الماء. الكاس كيهز واحد 180 مليلتر ديال الماء، ولا 450 غرام ديال الماء، لا 450 مليلتر. هنايا عندي واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، واحد 2 معالق صغارين ديال الخميره ديال الخبز، واحد 8 غرام في المجموع، واحد المعلقه كبيره ديال سنيده ولا واحد 10 غرام هكاك. وعندي هنايا واحد 30 غرام ديال زيت الزيتون، ولا ديروا 3 المعالق كبارين. بالنسبه للطحين عندي نص كيلو 500 غرام. صافي كنخلطها من بعد مزيان بواحد المعلقه ولا بسباتيل. كنغطي عليها واحد ما بين نص ساعه حتى لساعه. كنخليها ترتاح وكنرجع ليها هكا من بعد. غطيوها بواحد الفيلم اليمونتير وخليوها كيف قلت لكم نص ساعه حتى لساعه. صافي هنايا من بعد ما ارتاحت ليا تقريبا انا خليتها واحد الساعه ديال المكانه. كنجمعها هكا من الجناب، كنجمع ليها الجناب هكا على بعضياتها وكنخليها عاوتاني ترتاح واحد نص ساعه هكاك. هذه دابا المره الثانيه اللي غادي ترتاح ليا. بما انني كنخليها ترتاح كنوجد لاصوص ديالي، غير نوريكم هكا بعجاله. عندي هنايا داك لا بيوري ديال مطيشه، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال مركز الطماطم، معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه ديال الابزار، وواحده راس معلقه ديال الثوم مجفف. كنخلط هاد لاصوص هادي ساهله وكنحطها على جنب حتى كنحتاجها. بيتزا نديرها غير بالخضره كتجي غزاله. نديرو البصله، مطيشه، فلفله، واحد الحبه حبه، واحد شويه شامبينيو كان عندي مجمد، واحد القريعه قطعتهم على هذا الشكل هذا. نملحهم، ندير لهم الابزار، وندير لهم زيت الزيتون، وندخلهم الفران مسخن من قبل على 250 درجه واحد 12 دقيقه حتى 14 دقيقه. وكتكون الخضره ديالي واجده، كتجي هكا ساهله، كتوجد بزربه، ما كديروا ضربوا فيها لا تماره لا حتى شي حاجه. طيبه غير في الفران وهي واجده. كتجي هاد البيتزا هذه غزاله بالخضره. صافي هنايا المره الثالثه دابا. هيا العجينه ديالي ارتاحت عاوتاني، غادي نجمعها هكا على بعضياتها. ما كتعجنوها ما حتى شي حاجه، كتبقاو غير كتجمعوها هكا. وجدوها هكا على 9 الصباح بكري ولا حتى بالليل. لا كنتو ديروها بالليل عجنوها وديروها في الثلاجه. صافي عاوتاني هذه هي المره الرابعه من بعد ما ارتحت ليها، عاوتاني واحد ثلث ساعه هكاك. جمعتها عاوتاني بنفس الطريقه وخليتها في المجموع غادي 4 ديال المرات. غتخليو هاد العجينه هذه ترتاح. في الاول كيف قلت لكم واحد ساعه، من بعد كديروا واحد نص ساعه ثلث ساعه هكاك على حسب الوقت ديالكم. لا عندكم الوقت خليوها ترتاح على خاطرها. صافي دابا نزيد نخليها ترتاح المره الرابعه. غير ترتاح ليا كدوز واحد ثلث ساعه نص ساعه. ندير الطحين مزيان دقيق بيض على سطح العمل، ونحط نخوي هذيك العجينه ديالي، ونحط الدقيق ديالي حدايا لحتاش غادي تحتاجوه بزاف. العجينه راها مرخوفه وكتلصق بزاف. غير ديروا الطحين فيما تشوفوها كتلصق زيدوا الطحين. صافي هكا كنقطع على يعني الحجم اللي بغيت. انا خديت واحد طرف هكا. هادو هما اللي غادي ندير بهم بيتزا، والاخرين غادي نشكلهم ندير بهم داك الخبيزات الساندويتش. نحط حدايا واحد الطاوه وندير فيها داك الخبيزات. اول حاجه نشدهم، كتشدهم غير هكاك، غير بسطوهم واحد شويه باش ما يجيوكمش هكا معجنين بزاف من الداخل. ما تجيش فيهم العجينه بزاف هكا من الداخل. انا كيعجبوني هكاك احسن، كيعجبني نبسطهم شي شويه. الا شفتوا الطاوه ما غاديش تكفيكم ديروا طاوه اخرى.
نبقى نستعن بداك الدقيق ديالي وكنبسطهم هكا واحد شويه، وكنحط في داك الطاوه ديالي غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا حتى وكان نوجد البيتزا ديالي ونطيبها ونطيبهم حتى هما. غطيوهم غير بشي منديل هكا وخليوهم. بالنسبه للعجينه ديال البيتزا ديالي غادي ناخذ واحد الطاوه نفرش ليها ضروري ورق الطهي، لحتاش هاد العجينه هادي كتلصق، ضروري خاصكم ديروا هاد ورق الطهي. ديروا واحد شويه ديال الطحين وبداو هكا تشكلوها، راها مرخوفه ما كتعذبش، كطاوعكم غير كتبسطوها هكا راها كتمشي صافي. كتبقاو تبسطوا، خليو الجنيبات هكا منفوخين. الا كان كيعجبكم هذاك الشكل ما تبسطوهمش، كيعجبكم داك الشكل ديال البيتزا هكا من الجناب طالع، ما تقيسوهمش، ديروا غير الوسط صافي. كنستمر هكا هاد جوج ديال البيتزا ديالي كندير لهم نفس الطريقه، وانا كنشكل هاد البيتزا ديالي فين ما كيخصني الدقيق راه كنزيد، فين ما كنشوفها غادي تلصق ليا هكا في صباعي راه كنزيد هكا الدقيق كنستعن به. كنغطيوها وكنخليوها، كنصايب الثانيه حتى هي بنفس الطريقه صافي. من بعد ما ارتاحوا ليا حتى هما كنخليهم يرتاحوا واحد شويه، واحد نص ساعه هكاك ما كاملاش صافي. كندير لاصوص ديالي، كندير الخضيره ديالي، انا هذه درتها غير بالخضره كيف قلت لكم، راه كتجي بنينه بزاف. كندير الفرماج اللي متوفر عندكم صافي، وكندخلوها للفران شاعل من الفوق ومن التحت على 250 درجه. حطوها في الرف التحتاني كاع، ما ديروهاش من الفوق باش ما يتحرقش لكم الفرماج ديالكم. بالنسبه للثانيه انا درت فيها غير واحد تشكيله ديال الفرماج، عندي هنايا داك البلو فروماج، عندي واحد فرماج حمار موتزاريلا. المهم الفرماج اللي عندكم ديروه، اللي بغيتو الحوش بطبيعه الحال راه كيبقى على حسب المتوفر عندكم وعلى حسب اللي بغيتو نتوما. 10 ديال الدقائق هكا البيتزا ديالي هانتوما سمعوا كيفاش كتجي مقرمشه، كتجي غزاله، كتجي فريمون غادي تعجبكم بزاف هاد لاباط هادي وانا كنشوف زعما ما فيهاش تماره، هي كتخليها غير كتجي كتشكلها وكتجي ليها ما كتعجن ما حتى شي حاجه. وهذه هي البيتزا ديالي اللي صايبت بالخضره، حتى هي كتجي فنه. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه هادي، هاد الخبز، هاد العجينه ديال الفوكاتشا، هي عجينه ايطاليه. شوفوا كي كتجي هكا محمره من التحت، كتجي فنه. نتمنى انكم تجربوها وردوا عليا الخبر. شوفوا كيف جات من الداخل، كتجي غزاله فريمون. وتا هذاك انا غالبا كنصايب الخبز ديال كنصايب بهذاك الخبيزات ديال الساندويتش. هاد المره هادي قلت نجرب بها البيتزا، وكنت اكيده انها غادي تجي زوينه. انتما كتشوفوا كيفاش كتجي. هما البيتزا ديالي كيجيو فنين. من الافضل تاكلوهم هكا سخانين باش تستمتعوا بداك التقرميشه اللي كتكون فيهم. بالنسبه لهاد الخبيزات هادو دخلوهم على الفران نتاوما 250 درجه شاعل من الفوق ومن التحت، حطوهم في الرف الوسطاني وديروا هكا واحد الاناء هكا ديال السيراميك، عمروه هكا بالماء وديروه من التحت صافي، وخليهم يطيبوا هكا واحد 20 دقيقه هكاك، راه كيكونوا تحمروا وصافي. غير تشوفوهم تحمروا بحال هكا خرجوهم ردوا معاهم البال. بطبيعه الحال ما يمكنش ليا نقول لكم المده، انا 20 دقيقه هكاك راه كافيه، ولكن ردوا البال كل فران كيختلف على فران اخر. انتم راه انا كنرققوا ما كيعجبنيش تجي فيهم العجينه من الداخل بزاف هكا، كيجيو زوينين بزاف وخفافين رطبين، وكيف قلت لكم بحال السفنج من الداخل. كنتمنى انكم تجربوا هاد العجينه هذه، تجربوا بها هاد الخبيزات ديال الساندويتش وهاد البيتزات هادو. الى عجبتكم الوصفه ما تنسوش ديروا لي لايك واشتراك وبسلام عليكم. يلا باي باي.